وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دنيا ثانية مروحة يا حبيبي، لكن بعضهم يولد من الدنيا وهو مخرب أمها، يخسر في الدنيا ويخسر في القبر ويوم العرض على الله. يا شباب لا تخضنا هالدنيا بد، والله يا قدامنا شيء مهول، والله يا قدامنا شيء غضب، والله يا قدامنا شيء بكى منها الصالحين يا شباب صحابة. بل النبي عليه الصلاة والسلام جلس عند القبر يبكي يجزع ركبتيه يبكي. رجل نبي رأى الجنة ورأى النار، ارفعه الله إلى سدرة المنتهى، شاف جبريل وشاف الملائكة، يعني علم الغيب مو بغريب عليه. يرى حفرة يجف عند الصحابة يا اخواني، ما جاء عند ناس حقين طرب، ما دخل على عزبة كلها حشيش وخراب، ما شاف شباب يغزلون عشان كذا يبكي قدام يعطيهم موعظة، لا، جاء عند ناس أحيوا ليلهم بالقيام ونهارهم بالصيام وأيامهم بالجهاد. رجال الله ذكرهم بالقرآن، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، رجال صدقوا ما عهد الله عليه. رجل مع هذا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ويش يقول؟ طالع في الصحابة وجاف على ركبتيه وطالع فيهم حتى بكى ابتلت لحيته، ثم بكى حتى ابتل اثر من البكاء، ثم يقول يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. يا رب ترحمنا برحمتك يا رب. والله يا إخواني كان هذا الكلام كنت أقوله لأخوي الآن تحت التراب، أقسم بالله كنت أقوله لأخوي ميت قبل 5 شهور أنا مغسله بيدي. والله يا شباب ماتوا محتفلين بزواج 10 شهور، كان يجين قبل يموت بأيام يقول يا خالد زوجتي حاملة، أنا وظيفتي راتب 3-4 آلاف، شوف لي واحد من أخوياك واسطة شيء يوظفني بوظيفة أعلى، أنا فاتح بيت ماني داجع راسي زي أول، شوف لي أحد يا خالد، أنا زوجتي حامل وبجيب ولد، يا خالد كلم أحد. كان يجيني يقول يا خالد لو ما طلعت المولود بنت بسميه كنوز. قلت كيف؟ كنت طقطق عليه، كيفك انت موسوس اصلا؟ لو يطلع ولد وش اسميه؟ مو داري المسكين انه ما راح تشوفه اصلا. الله يا اخواني جاني خبر وفاة، دقوا علي الاخوان كنت برا ابو قالوا بدر وفواز، طبعا بدر فواز ذا عمي يعتبر اخوي بعمارهم سوا، قال بدر وفواز يا خالد ماتوا تعال. فجعه قمت اغسل اخوي وعمي، اطالع وانا اغسل اخوي ساعة ما خلينا عليه، ملابسه جردناها منه ما في شيء. والله وانا قاعد اغسله يا اخوان اتذكر الحديث اللي قلت له، كان يسألني عن سكرات الموت، كان يسألني يا شباب عن القبر، كان يتكلم قبل 5 أيام من موته يرسل رسالة، ميت واحد من الجماعة يرسل رسالة يقول فلان الفلاني مات واليوم الصلاة عليه، ثم يذكر دعاء الله منور قبره، يذكر أمور في القبر، ثم خشي كاتب اللهم أحينا ما كانت الحياة خير لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خير لنا. 5 أيام ما يدري المسكين انه بيموت. والله انا قاعد اغسله يا اخوان طاحت الدنيا من قلبي، وش حقارة الدنيا. شلال يا شباب انت قاعد اخواني يا شباب تعالوا سلموا على بدر، يبكون على السماع لا 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 ما نبي. تذكرت موقف ثاني بغيت اجثو على ركبتي يا شيخ، تذكرت ان اخوي بدر قبل 2 جاني زعلان وراك يا بدر، قال يا خالد الله يهدي مطوع فلان، قلت ليش؟
ليش وش فيه وش سجل لك؟ قال يا خالد دخلني مغسلة الأموات وران واحد ميت قدامي وأنا ما استحمل. ما هو داري المسكين إنه راح يغسل على نفس المغسل اللي دخل إياها المطوع. اخواني اعتذروا له، دخل واحد اخواني انهار علي في المغسله طردته. دخل ابوي شايب والبدو يا اخوان دائما عندهم جلافه شوي. يوم دخل يا اخواني الا ولده واخوه جنب بعض مكفنين ظهر في الوجه بس حتى يسلمون عليه. قسم بالله من بعيد يبكي، أول مرة أشوف أبوي يبكي. شفت الموت يكسر الرقاب، الموت يذل الرجال، الموت يضعف القلوب، الموت يعني يحزنها. خلاص ما في أحد، ما في أحد، ما في أحد، خلاص يلا. والله يا إخواني وأنا قاعد ألف وجهه أطالع، يا الله آخر نظرة خلاص هذا أخوي وغطيه. صلينا عليه، ركبت معي لنفس سيارة مغسلة الموت، مشيت أطالع ورا إلا شباب وراي، عالم وراي يتبعون الجنازة. أطالع إلا ناس يقربون لي، يقول يا الله قبل 10 شهور كانوا هؤلاء الناس يزفون الويل للقصر، زواجه قرب وناس وفل وطرق نار فرحانين، وكان معاني يضحك. اطالع هذا اخوي مكفن ومودينه للقبر واللي معهم يبكون حزنانين. جينا القبر ما قالوا لي جيب بدر، جيب فواز، جيب فلان، لا جيب الجنازه، ودي الجنازه، ادخل الجنازه، اسمك ينسونه، اسمك يا الغالي ينسونه. اخذنا، قلت هذا بدر وهذا فواز. اخذت اخوي قاعد اواسي في القبر، وجهوا القبله، وجهنا القبله، اطالع باللي يواسي معي. بعد ما خلصت المواساه اخذت تراب من السنه، حفر تراب باليدين، قلت يا اخواني حطوا تراب بيديكم مو بالكريك، حطوا بيديكم يلا بسم الله. طالع باللي يمسك تراب يحثه، شوف حقارة الدنيا يا غالي. اخوه 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 ولد عمه خاله خويه اللي كان يمره. يوه ايش الموخ هذا قدامك، ايش الموعظة؟ اعظم موعظة. حثينا تراب خلصنا، جلسنا 15 دقائق، عزونا الناس، شغلنا الموتر، مشينا. يسمع قرع النعال، يصحنا. بعد ما نقول يا اخ مسكين خالد، مسكين يا حرام اخوه مات. ايش الموقف هذا؟ اقسم بالله العظيم هذا الموقف متكرر، راح يكون بكره عليك انت، بكره غير يصير باخوانك زي كذا. لكن السؤال، مستعد؟ يبكون الناس حولك وانت الملائكة تزفك للجنة، تبي اول ما تبي تموت يطلع روحك والناس موت يا حرام، لا تطلع روحك، الله ينزل